هنبدأ نحل في أول سؤال. بيقولك consider a machine byte with addressable main memory. مديك ان هي عندها المين ميموري ب2 أس 16. 2 أس 16 بايت، يعني المين ميموري فيها 16 بت. بيقولك with a block size 16 بايت. كلمة block size ب16 بايت، البلوك سايز بيساوي اللاين سايز بيساوي 16 بايت اللي هي 2 أس 4، يعني دوت بيساوي 4 بت وورد. هو بيقولك consider a some direct map. direct map يعني انا عندي كده الميموري كده فيها البورد وفيها هنا اللاين وفيها هنا التاج. احنا لحد دلوقتي طلعنا معلومات، قلنا طلعنا معلومات الاربعة بت بورد، يعني هنا في الوورد فيها 4 بت، وقلنا الميموري كلها فيها 16. كده المعلومات اللي احنا لسه طالعين. تعالى نكمل. بيقولك consisting of 16 line. consisting of 16 line يعني عدد اللاين بيساوي 16 اللي هو بيساوي 2 أس 4، يعني عدد اللاين هنا برضو هيكون ب4. طيب احنا الميموري كلها 16 بت، اطرح منهم ال4 زائد 4، يعني هتفضل هنا في التاج 8. يبقى كده احنا جبنا اول سؤال اللي هو بيقول لك شو ذا ميموري فورمات. هو ده الميموري فورمات اللي احنا كنا لسه جايبينه، اللي كان فيه هنا 4 وورد و4 لللاين و8 للتاج. كده جبنا الميموري فورمات. السؤال التاني بيقول لك سبوز ا بايت ويز ادرس نقط. الادرس دوت اللي هو 0001 دوت is stored in cache. What are the address of the other bytes stored along it؟ يعني ايه الادرس تاني اللي ممكن نخزنه في الادرس دوت؟ والله الفكره هنا ان الارقام اللي مديها لك ديت هي نفس الارقام بتاعت الميموري كلها. الفكره بقى ان السايز بتاع التاج دوت ثابت، واللاين ثابت، الباينري بتاعه ثابت. اللي بيتغير الوحيد الوورد بس اللي جوه اللاين. فهنجيب البايت عدد الباينري اللي جوه الوورد ونغير فيها. هو مديك هنا اول حاجه اول 4 ارقام هنا، ودي اول 4 ارقام هنا، يبقى اول 8 ديجيت دول بتاعوت التاج، وبعديها تاني 4 ديجيت دول بتاعوت اللاين. اخر 4 ديجيت بقى دول هنغير فيهم. هو اخر 4 ديجيت موجودين ايه؟ موجودين 1 0 0 0. ممكن بقى دول نغير فيهم. دي قيمتهم في الباينري كام؟ قيمتهم كام في الديسيمال 1. ممكن دي نخليها قيمتها تبقى 2، ممكن قيمتها تبقى 3، ممكن قيمتها 4، وهكذا. يعني مثلا نخليها 1 0 0، مثلا نخليها 0 0 1 1 لحد ما نوصل لحد رقم 15 اللي هو 1 1 1. فنقعد نكتب الارقام كلها، هنثبت الارقام بتاعه اللاين والتاج، وهنغير بس في الباينري الارقام بتاعه الوورد اللي هو الاربعه بت بتاعه الوورد. السؤال سي بيقول لك how many total byte of memory can be stored in the cache. قانون total byte of memory بيساوي 2 اس ار في 2 اس الوورد. احنا قلنا عدد اللاين بكام؟ قلنا ب4. كنا جايبينها هنا، كنا قلنا في الجدول الميموري بتاعتنا كده في هنا 4 وورد و4 ار و8 تاج. فالتوتال بايت هيساوي 2 اس 4 في 2 اس 4. الاربعه دي بتاعت عدد اللي هو بتاعت عدد اللاين دوت، و2 اس 4 التاني عدد الوورد دوت، هيطلع لك 2 اس 8. يبقى توتال بايت ممكن نخزنها في الميموري هي 2 اس 8. السؤال بعد كده بيقول لك in what line what byte with each of the following address be stored. يعني بيقول لك في الادرس اللي انا مديها لك ديت في اللاين الكام اقدر اخزن فيه البايتس ديت. والله احنا لسه جايبين الفورمات بتاع الميموري، قلنا 4 4 8. هو بيقول لك في اللاين الكام، خانه اللاين اللي هي دي خانه اللاين. يبقى انا هبص على الاربعه ديجيت التانيين دولت وهشوف دول بيساوي ايه. يعني مثلا اول لاين دوت قيمته 1 0 0 0، يبقى كده ده اللاين الاولاني، فهقول له دوت كده ده اللاين الاولاني. وبعدين الفور ديجيت دي 1 1 0، يبقى دي معناها 2 اس 0 زائد 2 اس 1، يعني دوت بيساوي 3، يعني دوت في اللاين التالت. بعديها دوت هنقول 2 اس 0 في 0 زائد 2 اس 1 في 1 زائد 2 اس 0 زائد 2 اس 2 في 1، وهنجيب قيمه الديجيت ده ونجيب قيمه الديجيت تقول ده قيمه اللاين. السؤال اللي بعد كده رقم 2 بيقولك asset associative. كلمة asset associative يعني الميموري الفورمات بتاعها متقسم ل3 حاجات، الوورد والست والتاج. قالك consist of 64 لاين. يبقى انا عندي عدد اللاين كلها 64 لاين divided into 4 لاين. انا اقدر اجيب من المعلومات دي كده، من المعلومتين دول اقدر اجيب فيها النمبر اوف sets. للنمبر اوف sets بتساوي total number of line اللي هو 64 على الاسوسيفتي بتاعتها. ايه الاسوسيفتي دوت؟ يعني كل ست فيها كام لاين. يقولك ايه، انا عندي 2 واي اسوسيتيف، معنى كده ان كل ست فيها 2 لاين. طب قالك 4 لاين ست، معنى كده ان كل ست فيها 4 لاين. فاقسم ال 64 على 4، يبقى انا بقسم total number of line على اللاين اللي جوه الست عشان اعرف اجيب number of sets. ف 64 على 4 بتساوي 16، و16 دي بتساوي 2 اس 4. فانا عندي النمبر اوف sets هنا هتكون 4.
تعالوا نكمل السؤال. بيقول لك زين مين ميموري كونتين 4 كيلو بلوك. كلمة كيلو بلوك دوت، البلوك دوت اللي هو بيساوي الست زائد التاج، والاربعة كيلو خلينا نكتب كده فوق شوية. الاربعة كيلو يعني اقول لك كده 4 كيلو، فالكيلو دوت بيساوي 2 أس 10، والاربعة ديت بتساوي 2 أس 2، ف4 كيلو هتساوي 2 أس 2 في 2 أس 10 يعني هتساوي 2 أس 12. يعني عندنا عدد البلوك بتساوي 2 أس 12، يعني بتساوي 12 بت. يعني عدد الست وعدد التاج بتساوي 12، فاطرح 12 ناقص 4 بكام؟ ب8. يبقى انا عندي عدد التاج ب8. يبقى احنا لحد دلوقتي جبنا الست والتاج، جبنا الست ب4 وجبنا التاج ب8. فاضل لنا الورد. هو الورد بيقول لك انا بتحتوي على 128 وورد. 128 ديت بتساوي 2 أس 7، فانا عندي كده 7 بت وورد. ده كده الفورمات بتاع الميموري اللي هو عاوزه. سؤال 3 بيقول لك consider a machine with a byte addressable main memory في 2 و16. يعني انا عندي 16 بت، ده المين ميموري. طيب نكمل. بيقول لك البلوك سايز ب 16 بايت. عارف بلوك سايز يعني ايه؟ قلنا بلوك سايز بيساوي اللان سايز بيساوي الورد. عندي 16 بايت وورد، ال 16 بايت وورد دوت بتساوي 2 أس 4، يعني عندي 4 بت وورد. لو جاي نرسم الفورمات بتاع الميموري كده، هو قال لي الصم دايركت ماب. معنى كلمة دايركت ماب يعني انا هقسمها لوورد ولاين وهقسمها لتاج. يقول لك consisting of 64 line with this machine، يعني total number of line ب 64. تعالوا نكتب بس المعلومات اللي احنا وصلنا. احنا قلنا طالما ادينا 16 بلوك سايز، معنى كده 16 بلوك سايز دي اللي هي بتساوي 2 أس 4 اللي هي بتساوي 4 بت وورد. يبقى انا جبت الوورد وابن كله اداني الميموري كلها. قال لك ان الميموري فيها 16 بايت اللي هي فيها، لا قال لك فيها 16 بت ادرس، يبقى الميموري كلها فيها 16 بت. يبقى احنا فاضل لنا الار والتاج، ودولت المفروض المناطق 16 ناقص 4 يعني قيمه الاثنين دول كده ب 12. طب مدينا ال 64 بت لاين، هو ده بيساوي ايه؟ عدد اللاين. بيقول لك 64 لاين، فال 64 دي بتساوي 2 أس 6، فانا عندي 6 بت لاين. يبقى انا كده عندي 6 فاضل 4. هطرح بقى 12 ناقص 6 هيتفضل لك ال 6. ال 12 ديت مش احنا عندنا الميموري كلها 16؟ اطرح 16 ناقص 4 زائد 6 هيتفضل لك في التاج 6. يبقى احنا كده خلصنا اول سؤال اللي هو ايه في 3 ايه. بيقول لك الفورمات بتاع المين ميموري. تاني سؤال بتاع البي في السؤال 3 بيقول لك how is the 16 bit memory address divided if the map is used as a fully set associative. set associative يعني انا عندي word وعندي set وعندي tag. هو عاوز يقسمها ل 4 way set associative. الحاجه الوحيده اللي ثابته معانا قبل ما نخش على السؤال، الحاجه الوحيده اللي ثابته اللي مش هتغير، ان هو قال لك ان الميموري كلها ب 16 بت، فمعنى ده كله كده ب 16 مهما غير ايه. فهو حاطط لك في السؤال الرئيسي ان الميموري 16، وقال لك في السؤال الرئيسي برضو ان البوكس سايد ب 16 بايت، يعني الوورد برضو ثابته معانا ب 4 بت. يبقى اللي هتغير معانا الاس والتاج بس. تعالوا نخش بقى نكمل في سؤال البي في رقم 3 is fully set associative. معنى كلمة fully set associative كأنه بيقول لك associative بالظبط، يعني بيقول لك الجزء ده كده هو كله عبارة عن ست، يعني ده كده عبارة عن word full set associative يعني كأنه associative بالظبط، يعني word وبعدين الجزء ده ست. طب احنا عندنا الميموري كلها ب 16 والوورد ب4، يبقى الست بكام؟ 16 ناقص 4 بكام؟ هيتفضل ب 12. يبقى دوت إجابة السؤال رقم بي. خش على السؤال رقم سي. how 16 بت memory address if the map in 4 way set associative. هنا بقى 4 way set associative متقسمة برضه الوورد وست وتاج. الوورد ثابته ب4 والسايز بتاع الميموري كلها 16 دي ثابته. اللي هتغير معانا اللي هي الست والتاج. قالك 4 way set associative، فاحنا عايزين نعرف نجيب النمبر اوف ست. قلنا النمبر اوف ست بيساوي total number of lines، النمبر اوف لاينز على الاسوسيفتي بتاع الست، يعني النمبر اوف لاينز اللي جوه الست، اللي هو قالك 4 way set associative يعني على 4، والنمبر اوف لاينز هو مدينا لك مجموعه 64 لاينز، يبقى 64 على 4 بتساوي 16، و16 دي بتساوي 2 أس 4، فانا عندي الست هنا ب4. طيب التاج بقى هتبقى بكام؟ احنا قلنا الميموري كلها 16، فاطرح 16 ناقص 8 هيطلع التاج ب 8. السؤال بقى رقم دي في رقم 3 بيقول لك why is a tag also stored in the cache. ليه بنخزن التاج كمان في الكاش؟ لان الكاش الواحده ممكن يكون فيها كذا بلوك، فانا عشان افرق عدد البلوكات دي مع بعض كل بلوك ليه تاج. فالإجابة هتقول إن أنت عشان يعني to understand the difference between the different blocks that can be stored in the same cache، عشان نعرف الديفرنس ما بين البلوكس المختلفة اللي موجودة في الكاش الواحدة.
وبرده ممكن تقول له ان التاج is kept to allow the cache to transfer it from the cache address عشان تحول الكاش ادرس اللي هو التاج والاندكس تحوله يونيك سي بي يو ادرس. يبقى عشان تحول الكاش ادرس ليونيك سي بي يو ادرس. نشوف السؤال الرابع، بيقول لك a memory contain 32 بت ادرس. هو جايب لك ال 32 بت ادرس، يعني الميموري فيها 32 بت plus a cache memory uses 64 line size. عندي 64 line size. تمام. assume associative cache and determine the following. associative يبقى انا associative يبقى انا عندي word وست بس. تمام. عاوز الادرس فورمات. هجيب الوورد ازاي؟ هو اول ما قال لك ان انا عندي في اللاين الواحد عنده السايز بتاعه 64 بت لاين سايز، يعني ال 64 دوت بيساوي 2 اس 6 بيساوي 64، يعني انا عندي 6 بت وورد، يعني هكتب هنا 6. طب هو كلها اصلا ب 32، فانا هطرح 32 ناقص 6 هيطلع لك ان الست ب 26. طب السؤال اللي بعديها بيقول لك a number of blocks in main memory. a number of blocks in main memory لو نفتكر قانونها كان بيساوي 2 اس اس زائد دبليو على 2 اس دبليو، يعني هتساوي 2 اس 32 اللي هو الميموري ادرس بتاعي كله 2 اس 32 على سايز الوورد اللي هو 2 اس 6، هيطلع لك 32 على 2 اس 6 اللي هي بيساوي 2 26. يعني عندي النمبر اوف بلوك عندي ب 2 اس 26. طب بيقول لك النمبر اوف ادريسبل يونت. طب انا عندي الادرس كله اصلا ب 32، فالنمبر اوف ادريسبل يونت هيكون كام؟ هيكون ب 2 اس 32. يبقى كده خلصنا من السؤال اللي هو 4 a. نخش على 4 b. بيقول لك السم فور واي اسوسيتيف كاش فور واي اسوسيتيف. معنى كده ان انا عندي ست اسوسيتيف، يعني انا عندي وورد وعندي ست وعندي تاج. 4 واي اسوسيتيف يعني اسوسيتيف عندي ب4. 4 واي اسوسيتيف ومديك التاج فيلد ب9، فاكتب هنا مكان التاج فيلد ب9. عاوز الادرس فورمات. طب احنا دلوقتي معانا الميموري كلها اصلا ب 32 ومعانا التاج ب9، فاضل معانا الاس والدبليو. هعرف اي واحده فيهم هعرف التانية. لو رجعنا للسؤال قلنا الحاجات اللي في السؤال الرئيسي ما بتتغيرش، اما الفروع اللي فيها بتتغير. ففي السؤال الرئيسي مديك ان الميموري كلها ب 32 ومديك كمان السايز بتاع الوورد مديك ب 64 بايت، ف 64 بايت دي بتساوي 2 اس 6، يعني عندي في الوورد 6 بايت 6 بت. يبقى عندي اعرف اجيب التاج هيساوي 32 ناقص 6 زائد 9 هيساوي 17. يبقى ده كده حل السؤال الاولاني في بي. بيقول لك بعد كده النمبر اوف لاين ان ست. هو قال لك ان هي 4 واي اسوسيتيف. قلنا معنى 4 واي اسوسيتيف يعني عندي في الست بتاعتي 4 لاين، يبقى النمبر اوف لاين الست هتساوي 4 لاين. طيب نمبر اوف لاين كاش. نمبر اوف لاين كاش، الكاش فيها مجموعه من الست وكل مجموعه من الست فيها مجموعه من اللاين، يبقى نمبر اوف لاين في الكاش هتساوي النمبر اوف سيتس، هتساوي النمبر اوف سيتس في النمبر اوف لاينز اللي جوه السيتس. طب احنا عندنا اللاين اللي جوه الست كام؟ هو قالك 4 واي اسوسيتيف فتبقى 4. في النمبر اوف ست كام؟ احنا لسه كنا جايبين الفورمات بتاع الميموري، كانت ديت 9 وكانت ديت 4 وكانت دي 17. يبقى تضرب 4 في 2 اس 17 لان ديت البت، فلما تجيب عددها تبقى 2 اس 17. 2 اس 17 في 4، الاربعه دي معناها 2 اس 2، فتبقى 2 اس 17 في 2 اس 2 هيطلع ده كده ب 2 اس 19. يبقى انا عندي النمبر توتال نمبر اوف لاين اللي موجود جوه الكاش كلها 2 اس 19. نحفظ الرقم دوت عشان نحتاجه تحتيها. جه بقى في سؤال سي بيقول لك if the cache changes to 8 wheel associative. احنا قلنا الحاجات الثابته ايه؟ قلنا عندنا وورد وعندنا هنا تاج وعندنا الست. الوورد كان ب4 وكان الميموري كلها ب 32. قال لك 8 وي اسوسيتيف، فانا محتاجه اعرف عدد الست او عدد التاج. عدد نمبر اوف سيتس قلنا بتساوي ايه؟ توتال نمبر اوف لاينز اللي موجود جوه الكاش اللي هو 2 اس 19 اللي جبناها من السؤال اللي فوقه على الاسوسيتيف بتاعها. الاسوسيتيف بتاعها كام؟ 8. يبقى 2 اس 19 على 8 اللي هي 2 اس 3 هتطلع ب 2 اس 16. معنى كده ان انا عندي 16 بت في الست وكلها ب 32، فاطرح 32 ناقص 4 زائد 16 تطلع ان التاج ب 10. يبقى دي اجابه السؤال رقم assignment. اول سؤال بيقول لك two way associative، يعني two way associative يعني عندنا two line جوه الست has lines of 16 بايت، يبقى عندنا 16 بايت لاين، يبقى ده السايز بتاع اللاين الواحد. معنى كده يبقى الوورد عندي عبارة عن 16 بايت، يعني عبارة عن 2 أس 4، يعني الوورد عبارة عن 4 بت and the total size of 8 كيلو بايت. يبقى التوتال نمبر اوف لاين كلها، يعني التوتال السايز بتاع اللاين كلها بتساوي 8 كيلو، والتمانية دي عبارة عن 2 أس 3 والكيلو دوت عبارة عن 2 أس 10،
يعني السايز اللاين كلها عبارة عن 2 أس 13. طيب احنا معانا السايز بتاع اللاين الواحد ومعانا السايز بتاع مجموع اللاينز كلها. نقدر نجيب النمبر اوف لاينز عن طريق نقسم السايز بتاع اللاين كلها، السايز توتال، على اللاين الواحد، السايز اللاين الواحد. فالنمبر اوف لاين هنا، النمبر اوف لاين هيساوي التوتال سايز اللي هو 8 كيلو على اللاين سايز اللي هي يبقى عبارة عن 8 كيلو اللي هي 2 أس 3 في 2 أس 10 اللي هي ب2 أس 13 على مساحة اللاين اللي هي ب16 بايت. 16 بايت دي يعني 2 أس 4. فيطلع كده ان النمبر اوف لاين بيساوي 2 أس 13 على 2 أس 4 تحت 13 ناقص 4 هيطلع ب2 أس 9. يبقى عندنا نمبر اللاين، النمبر اللاين كلها اللاين ب2 أس 9. طيب ماشي، تعالوا نكمل السؤال. ده 64 ميجا بايت من ميموري. 64 ميجا، الكيلو ب2 أس 10. طب الميجا 2 أس 20، الجيجا 2 أس 30. فبيقولك 64 ميجا يبقى 2 في أس 20، وال64 أصلا عبارة عن 2 أس 6. ف2 أس 6 في 2 أس 20 هيطلع الناتج ب2 أس 26. يعني الميموري كلها مساحتها 26. يعني أنا لو عندي، يعني أنا عندي الميموري كده متقسمة، ادي وورد. هو قالك ان هي دايركت، هو قال set associative، فهنا في وورد وهنا في set وهنا في تاج. قلنا الوورد هو مديني مساحة البايت اللاين الواحد 16 بايت، فالوورد هيكون عبارة عن 4. والميموري كلها لسه مطلعينها تطلع ب2 أس 26، يعني الميموري كلها ب26 بت. يبقى انا معايا الوورد ومعايا الميموري كلها. فاحتاجين نعرف يا اما النمبر اوف ست يا اما النمبر اوف تاج. النمبر اوف ست لونها قانون، قلنا النمبر اوف ست بتساوي التوتال نمبر اوف لاينز، ده النمبر اوف سيتس بتساوي التوتال نمبر اوف لاينز على الاسوسيتيف بتاع السيت. ايه السيفتي دوت؟ هو قال لك تو واي اسوسيتيف، فتقسم توتال نمبر اوف لاين على 2، فتقسم 2 اس 9 على 2 تطلع ب 2 اس 8. يبقى انا عندي نمبر اوف ست 8 بت. يبقى انا معايا وورد 4 والست 8. يبقى اقدر اجيب التاج، التاج هتبقى عباره عن 26 ناقص 8 زائد 4 هتطلع ب 14. يعني الفورمات الميموري بتاعت اللي هو عاوزه تطلع 4 8 14. دي اجابه السؤال رقم 1. تعالوا نشوف السؤال رقم 2. بيقول لك consider a machine with a byte addressable main memory if 2 أس 16. فمعنى كده ان المين ميموري مساحه الميموري كلها عباره عن 16 بت and a block size 8 بايت. بلوك سايز دي يعني معنى كده دي مساحه الوورد بتساوي 8 بايت، يعني 2 أس 3 يعني بتساوي 3 بت وورد. كده معانا سايز الوورد ومعانا سايز المين ميموري. اصلا دايركت ماب، يبقى انا عندي دايركت ماب، يبقى انا عندي وورد وعندي لاينز وعندي تاج. جبنا الوورد قلناها ب3 وكلها ب16. تعالوا نكمل السؤال. consisting of 32 لاين، يبقى total number of line ب 32. total number of line ب 32. انا معايا يعني 32 دي عبارة عن 2 أس 5، فمعنى كده أنا عندي 5 بت لاين، يبقى أحطها في خانة ال5 لاين بت لاين اهي. طيب بعد كده بقى أنا معايا كله ب16، أقدر أجيب الخانة ديت. هتساوي 16 ناقص 5 زائد 3، يعني 16 ناقص 8 تطلع هنا ب8 بت. يعني الفورمات بتاع سؤال 2 هتبقى عبارة عن 3 5 8. طيب هنخش على سؤال بي. بيقولك in what line would byte with the following address be stored. في اللاين الكام؟ احنا قلنا كان الفورمات بتاع المين ميموري كان عبارة عن 3 5 8 اللي هو وورد، وبعدين هنا اللاين وبعدين التاج. هو عاوز يعرف اللاين في البت الكام. احنا عندنا 3 بت وورد، فهتمشي كده اول 3 دول بتاعت الوورد، بعديها كان عبارة عن 5 بت اللاين. يبقى ده في اللاين الكام؟ 1 1 3 0. ده اللاين الكام؟ هيبقى عبارة عن 2 أس 0 زائد 2 أس 1. ف2 أس 0 زائد 2 أس 1 بتساوي 3. يبقى ده عبارة عن اللاين التالت. السؤال اللي بعد كده بيقولك suppose that the byte with address كذا دوت is stored in the cache. what are the address of the other bytes stored. قلنا لما تيجي تعمل ستور في الكاش فعندنا التاج ثابت، وكمان اللاين والست بيكونوا ثابتين. الحاجة الوحيدة اللي بتتغير هي الوورد. فمثلا مديك مثلا رقم زي كده 1 1 0 1. شوف الرقم ده كام، هتجرب مثلا تحط مثلا مرة 0 ومرة 1 ومرة 2 ومرة 3، تعبر عن الارقام دي مرة بالباينري. how many total byte of memory can be stored in the cache. التوتال بايت في الميموري بتساوي 2 اس ار في 2 اس دبليو. احنا قلنا المين ميموري الفورمات بتاعها اللي لسه جايبينها دلوقتي 3 5 8، فالناتج هنا هيبقى التوتال بايت عبارة عن 2 في أس 5
في 2 أس 3، يعني الكل بيساوي 2 أس 8. ده كده توتال بايت، يبقى توتال بايت بكام؟ 2 أس 8. السؤال بعد كده، آخر سؤال، بيقول لك why the tag is also stored in the cache. هنقول to understand the difference مثلا between blocks that is stored in the same cache. بس كده، هفضل شيت 3. اتمنى تكونوا استفدتوا.